السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتي. لو انت اول مرة تشوف قناتي، انا ام جنى، ودي قناتي يوميات ام جنى. بقدم روتينات تشجيعية. روتين النهارده روتين خفيف ولطيف كده، مفيهوش كركبة كتير. زي ما احنا شايفين شوية هدوم، يعني الموضوع هيخلص. الفيديو ده كان يوم ما غسلت الشنط والكاوتشات دي. كان يوم اجازة، وقلت اغسل شنط المدرسة والكاوتشات بتاعتهم، وكان عندي كمان شوية غسيل وهم عايزين يتغسلوا، وفي غسيل منشور عايز يتلم. وطبعا هنطبق الغسيل اللي هيتلم، بس مش هطبقه معاكم بقى. هطبقه كده بعد الفيديو. هنا هنرتب الدنيا. طبعا كنت لسه نازله لكم بالفيديو بتاع تنظيف الحمام. كنت عامله روتين في حمام الاوضه دي، فكده الحمام نظيف، ويا دوبك هننشر بقى الغسيل مع بعضنا، والدنيا تبتدي تروق بقى. طبعا الغسيل اللي على الارض ده الغسيل اللي هو عايز يتغسل، واللي على الكرسي اللي هو اتلبس لبسه، واللي هو لا هو نظيف هيتطبق، ولا هو متوسخ هيتحط في الغسيل. لا، ده هيتعين كده لحد ما نشوف هيتلبس تاني، هيتلبس مش هيتلبس هيتغسل. تمام. انما هنا اللي جنب السبت ده ملموم قبل كده، وهلم طبعا عليه اللي على الحبل ده كده غسيل نشف خلاص. وهننشر السبت ده والشنط والكاوتشات اللي احنا غسلناها. طبعا كان في حد رد عليا في الفيديو بتاع الكاوتشات والشنط دي اللي احنا غسلناها، عشان احنا غسلنا يعني يوم اجازة. آم، فبيقولوا لي الحاجات دي بتتغسل يوم الخميس، عشان يوم الجمعة والسبت يكون يوم اجازة، والناس اللي موجودة في البيت تهدي اعصابها كده وتاخد اجازة. انا عايزه اقول لكم احنا الاجازة بتاعتنا مش عشان نهدي اعصابنا ولا حاجة. احنا الاجازة بتاعتنا عشان نتمرمط. يعني احنا طول الاسبوع شغالين. فاللي ما بنقدرش نعمله طول الاسبوع بنعمله في اليومين اللي هم الاجازه دول. هم ما بيبقوش اجازه من الشغل، هم بيبقى اجازه للولاد من المدرسه. هو اليوم الوحيد اللي اجازه من الشغل اللي هو يوم الجمعه. ما بيبقاش كله، يعني من الصبح للعصر. فبقضي نص اليوم ده وانا عند حماتي. وطبعا بيبقى تغيير جو للولاد، وفي نفس الوقت ايه، انا بقى ببتدي ان انا اشوف شغلي في اليوم الجمعة والسبت دول. مثلا الصبحية بطلع متأخر شوية عن بقية الأيام. برجع بدري مثلا الشغل من الشغل كده، فاللي هو بيبقى ده بالنسبة لي كده أمل، يعني خلاص بقى قدامي ساعتين 3 بدري أعمل فيهم اللي أنا نفسي فيه. لكن يوم ايام اجازه الناس تهدي اعصابها دي مش احنا خالص. مش احنا عندنا الاجازه مثلا لو انا ما بعملهمش محشي طول الاسبوع، بعمله يوم الاجازه، فبيبقى مجهود اكتر يوم الاجازه. لو انا مثلا في شويه غسيل عايزه اغسلهم، بيبقى يوم الاجازه مش عارف ايه الاجازه دي ما بتبقاش مثلا هو جوزي بيقعد في البيت بقى كده وبتاع وبيستجم وعايز يقعد معانا والكلام ده، لا، ده بيبقى فرصه ليه ان هو يخرج يروح المشاوير اللي هو عايز يروحها، يروح عند قرايبه يلف كده، فاهمين، يعمل حاجه هو بيحبها في يوم اجازته، مش هيقعد في البيت يوم الاجازه. تمام. فاللي هو يوم الاجازه ده بقى فاضيلي بالنسبه ان انا اقعد اروق فيه، البيت فاضي بقى. الولاد بيلعبوا مع اصحابهم، بيعملوا حاجه بقى برضه هم بيحبوها، مش بيروحوا بقى دروس ومدارس والكلام ده. بيروحوا الدروس الصبح بدري وكده، بس بيخلصوا دروسهم بقى وبيكونوا فاضيين. فاللي عنده حاجه برضه ونفسه حاجه في حاجه بيعملها. وانا بقى طبعا البيت بقى طول الاسبوع لو في حاجه مكركبه حاجه مبهدله باجلها اليوم اللي هو الاجازه ده. آم، فحبيت بس اقول لكم ان الاجازه عندنا غير الاجازه عندكم. الاجازه عند الناس اللي بتشتغل غير الاجازه عند الناس اللي بتقعد في البيوت يعني وكده. الناس اللي قاعده في البيت بتخلص شغلها في ساعتين 3 في اليوم، تيجي بقى خلاص يعني روقت، عملت اكل، عملت اللي نفسها فيه. جوزها وولادها هيجوا هتكون فاضيه لهم بقى، ما وراهاش اي حاجه. لكن احنا بالنسبه لنا الساعتين 3 دول بناخدهم خطف، يا قبل الشغل يا بعد الشغل. فربنا يقوينا ويقوي كل ست بتشتغل. لان بيبقى مجهود مضاعف في البيت والولاد والمذاكره، احنا داخلين على امتحانات وشغلها اللي بره. فيعني ربنا يقوي كل من كان ووسع رزق كل الناس يا رب. آم، متنسيش برضو لو عجبك الفيديو تنزلي تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو شعر بكل فيديو جديد انا بنزله. انا نفسي قناتي تكبر بيكو، وعايزين نبقى عيله كبيره قوي. فما تستخسريش في اختك اللايك، يعني ادخلي اتفرجي وحطي اللايك. هنا كده كنا لميت بقى الهدوم اللي هي هتطبق. وعنتها انت في اوضه الولاد بقى، اقعد بقى اطبقها بعد ما اخلص يعني. والهدوم اللي على الارض دي بقى كده هلمها في الطبق دون اللي كان فيه الشنط والكاوتشات. هلم كل الهدوم اللي هتروح للغسيل عشان تتحط دوره في الغساله وتتنشر بعد ما الهدوم اللي على الحبل تنشف، لان انا عندي المنشر صغير جدا على الشباك، يا دوبك على قد الغسله، وشويه الهدوم اللي اتلموا دول هيتحطوا غسله، وممكن اشيل منهم كمان لان هدوم الشتاء تقيله شويه فبتملى الغساله اكتر من الهدوم بتاعه الصيف.
الغسالة عندي اوتوماتيك 7 كيلو، البابها من قدام زانوسي. فما بتاخدش برضو كتير، يا دوبك على قد الغسلة، والمنشر على قد الغسلة، فاللي هو طول الوقت اللي هم بيقلعوه بنغسله اول باول. مسافة ما لمينا برضو شوية الهدوم اللي كانوا مرميين في الأرض على الهدوم اللي من هنا، كانت الدنيا رقت شوية. الحافظة بقى طبعا متوسخة، هنغسلها مع بعض كده، هنزل لكم فيديو ليها جميل كده. نغسلها مع بعضينا عشان هي فيها أبيض كتير، فالأبيض ده بيتلحوظ بسرعة وبيتوسخ عن باقي الحافظة يعني. بصوا لو لاحظتوا هتلاقي ورقة الشجرة اللي ناحية جوه دي البيضة دي الريشة دي كلها أبيض، فكلها برضو متبهدلة. يعني لو حد دخل رجله مش نظيفة بتروح مطبعة، لو حطينا حاجة عليها برضو بتتبهدل، فاللي هو مبتاخدش معايا وقت طويل، بس هي برضو بتنضف بسهولة وبتنضف بسرعة، فما بتاخدش مني وقت. بس هي الفكرة بس ان هي كبيرة على الحمام، فبتضايق بس كده في الغسيل يعني. لكن لو هي تتغسل مكانها كده هتبقى جميلة اوي، بس مش هينفع طبعا ندخل بلبطة ومية وبتاع تدخل تحت السرير وتحت الكومودينات، هننيل الدنيا. فلازم طبعا تشيل تطبق كده وتتغسل واحدة واحدة في الحمام. هنا بقى ابتديت ان نلم الهدوم اللي هي المفروض اتلبست لابسة، اللي هي هتتغسل ولا هتطبق. تمام. دي كانت بقى فوطة نظيفة. وشلت الكبرتاية برضو. شنطة الحضانة بتاعت جودي دي كانت مغسولة، حطيت لها فكرتها وحاجتها وعينتها. وشلت بقى المخدات واشيل البطانية عشان نبتدي ان احنا ايه ننضف السر تنظيفة حلوة. طبعا الأوضة عندي كانت متروقة قبل كده، فكنت شايلة المفرش برضو مظبطاها، فاللي هو المفرش مش محتاج المرة دي ان هو يتشال، فهنفضه بس كده ونظبطه. وننضف الارض. بصوا ده صلصال اللي في ايدي ده، بيقع من الولاد وهم بيلعبوا. انا بقى المفرش بقى يفرش معايا بطريقه سهله قوي، مبقاش يتبهدل زي الاول. يعني لو الاول كان بيبقى المفرش ده خلاص قعدنا عليه شويه وصليه على الارض، لان الفرشه بتاعه المرتبه، كفر المرتبة ده الاستيك بتاعه سايب، فبيتحرك بسهولة وبيبهدل المفرش. فانا من ساعة ما لقيت له حل بقى معاكم ونزلت لكم فيديو برضو ان احنا دبسناها بدبابيس، دبسنا الفرش بتاع المرتبة ده في المرتبة نفسها بدبابيس، ده بقى يظبط معاه المفرش جامد جدا، بقى يتعدل معاه بسهولة وبقاش يتكرمش جامد قوي. هو بيتشال كده بس من كتر فرق الولاد عليه، لكن هو لو محدش بيبهدله ممكن يفضل ثابت فترة طويلة. فاللي هو لما بينفرش حتى بقيت احس ان هو بيتفرش فرشة مش ململم تحتها حاجة. يعني الفرش المرتبة كان بيبقى ململم كده وعامل تنايات تحته، لكن ما شاء الله دلوقتي بقى الفرش بيتفرش مظبوط ازاي، بتحس ان السرير هو على المرتبة على طول يعني. انا جايباه بس عشان يحمي المرتبه، لان المرتبه عندي دي جديده. انا من يوم ما جبتها وهي جديده، وانا جايبه لها المفرش الكفر بتاعها ده علشان يحميها. الصراحه الولاد بيوقعوا حاجات يكونوا بيشربوها بيعملوها، هم كبروا شويه على انهم يعملوا عليها حمام، بس برضو بيوقعوا عليها حاجات، فاللي هو تحمي من اي حاجه. الصراحه اي حاجه تتاكل تتشرب تتعمل تقع ما تسيبش اثر. وهو الكفر ده حلو قوي، من فوق فوطه قماشة الفوطه كده مش قطيفه فوطه، والناحيه التانية مشمع، فجميل قوي قوي. بس مشكلته ان هو الاستيك بتاعه طاير، فعايزه اشوف حد يكون مثلا بيركب الاستيك دي يعمله لي جديد، يرجع جديد بيبقى جميل. بس هو اصلا انا حاسه ان هو واسع حتى، والاستيك حتى لما كان الاستيك سليم يعني كنت بحس ان الكفر ده واسع شويه، ما بيبقاش على المقاس بالظبط اللي هو بتاع المرتبه. تمام. هنا كده كنت نفضت بقى السرير وعدلت المفرش وحطيت البطانيه وطبقتها. ودي الخداديات دي انا كنت عاملاها فايبر، غير عندي خداديات تانية كانت معموله قطن في الجواز، وعملت دول فايبر كده لما جيت اولد بنتي صغيره، قلت بقى اسند عليهم ظهري كده بعد الولاده فنفعوني الصراحه، هم جمال. هنا بقى هنشيل الكبرتايه دي برضو ونحطها على البطانيه كده. بصوا في اوقات بيبقى الواحد لما بشغل التكييف دفايه بيبقى الجو حر كده وحلو يعني جميل، بيدفي الاوضه، فمنبقاش محتاجين البطانيه قوي، فبنتغطى بالكبرتايه دي. لو الجو سقع وكده مش مشغله التكييف بيتغطوا بالبطانيه، ومحتاجين فوقها الكوفرته كمان. تمام. هنشيل بقى كده ايه المشايه دي، انا حطاها قدام باب الحمام. انتوا عارفين الاوضه بحمام ماستر روم. هننضف بقى الارض. بصوا هنا كانت جانا واقفه تقول لي ماما انت كنتي وانا همسح، هي كان لها مزاج تلعب بالشرشوبه شويه، فقلت لها لا انا همسح انا، روحي انتي شوفي ايه، شوفي وراك ايه ولا شوفي حالك. هما من النوع اللي هم عايزين يهربوا من المذاكره، يهربوا من الدروس، يهربوا من اي حاجه، فتعالى يا ماما اساعدك. وهما ما بيساعدوش ولا حاجه، هما بيوهموكي كده بس، وبعد كده ايه اول ما بتغفلي عنهم بيديهم بس ظهرك هيطيروا مش هتلاقيهم.
تمام. هنا ابتديت ان انا اكنس مكان الترابيزه والكرسي، وهنمسح مكانهم على طول علشان نرجعهم مكانهم تاني بكل سهوله، يعني نرجعهم على نظافه ونبتدي بقى نكنس بقيه الاوضه. بصي هي واقفة عمالة تلعب في المساحة يعني بتستعد بقى عشان تمسح، يعني هي بصوا انا وهمتها قلت لها ماشي حاضر، بس ايه كنست من هنا وخدت منها المساحة عشان ايه امسح انا الحتة دي، فقلت لها لا عشان ننجز بسرعة. عايزة اقول لكم ده اليوم اللي انا كنت غاسلة فيه الكاوتشات والشنط زي ما قلت لكم، وطلعت من دوشة الحمام بقى غاسلة السكوتر والكاوتشات والشنط وكده، ومسحت الحمام مسحة حلوة بتاع. قمت جايه مغيره عشان كانت هدومي مبلوله بقى، وقلت نشتغل هنا ايه بدون بلبطه شويه. انا عايزه اقول لكم المكان ما خدش مني ربع ساعه، زي ما ظهر لكم كده في الفيديو. قعدت كمان 10 دقايق كمان اطبق في الغسيل، جبته على السرير كده وقعدت اطبقه وشيلته بقى في السبت كده، وديت للولاد هدومهم في الاوضه التانية وهدومي انا بقى في الدولاب في الاوضه دي، وظبطت الدنيا. الاوضه ما خدتش مني وقت خالص لان هي اصلا نظيفه، وحتى لو هتاخد وقت هيبقى ايه اكتر من كده غير ان انا اغير المفرش مثلا وخلاص. يعني هي ممكن ده لو متبهدله قوي ولا حاجه ممكن اجيب بقى فوطه مبلوله وانضف الخشب وخلاص، امسح كده الشباك امسح الكومودينات. لكن النهارده الروتين هادي جدا، مفيش اي بهدله مفيش اي حاجه، احنا بننضف مع بعض اول باول. انا ما بسيبش مكان لما بصوا بجيب حيطان شبابيك بيبان ارضيه، بس لو المكان مش مستاهل خلاص، يعني مش مستاهل بهدله او خلاص بقى هو مش محتاج خلاص. الا لو بقى ممكن يكون مره محتاج ولا حاجه وما عنديش وقت، فببقى واخده المكان كده على السريع لحد ما بفضله وافوقله، واروح جايه بقى مستنيه اول ما يتبهدل كده اقوم جايبه بقى المكان فوقيه عليه وطيه، ما بخليش فيه حاجه. تمام. هنا كنت خلاص كنست الارض، هنلم بقى التراب مع بعضينا، التراب بقى والحاجات اللي طلعت من الاوضه، وركنت الجردل كده علشان خاطر نمسح بيه الارض على السريع. عايزه اقول لكم هو روتين خفيف، بس انا قلت برضه انزل لكم فيديوهات عشان نرجع ننزل كده كل يوم تاني زي مع بعض، علشان ما نكسلش عن التصوير وعن ان انا انزل لكم يعني فيديوهات على طول وكده. بس برضو هي حاجه كده تشجعكم، روتينك منه مش طويل لما بطأ لكم الفيديو زي ما بتحبوا. قلت برضو نعمل لكم حاجه نفسكم فيها، لان انا كل ما باجي اصور فيديو بياخد معايا وقت فبضطر ان انا اسرعه للاسف. فالحمد لله فيديو النهارده خليت لكم كل حاجه لوحدها. انا المفروض ان انا ما كنت عامله الاوضه دي عملت الحمام فيديو بتاع امبارح يعني، كان الحمام معمول يعني، فاللي هو ايه يعني اللي هو ايه خليت الحمام في فيديو لوحده عشان ما ياخدش وقت، وخليت الاوضه برضو في فيديو لوحدها برضو عشان ما تاخدش مني وقت، علشان برضو الفيديو يجيلكوا ان هو بطيء وكويس كده. بس فيديو الحمام خد منه يجي نص ساعه، لان الواحد بقى ايه بص هو كان محتاج دعكه محترمه، حيطان بقى وارضيه والشباك والشيالات والصبانات وكله بقى، والحوض والتواليت، يعني كل حاجه منه خدت وقت. فاللي هو فضلت في الحمام جوه يجي نص ساعه، تنتني صراحه لما بوشت. فبرضه هصوره لكم في اخر الفيديو كده، اجيبه لكم مع الاوضه. الحمام بالاوضه بقى كده خلاص نضافه زي الفل، واحنا طبعا عاملين الحمام التاني بتاع الضيوف اليوم اللي قبله معاكم لما غسلنا الشنط والحاجات. فاللي هو الشقه كلها فله نظيفة أول بأول، علشان أنا عايزة أسيبني من الشقة بقى وأدخل في غسيل سجاد، لأن الصراحة لقيت إن السجاد بتاعي اتبهدل. أنا فرشاه من قبل ما الجو يبرد بشوية، المشاية اللي احنا جبناها مع بعض للطرقة دي حاساها اتبهدلت واتوسخت، لأن احنا رايحين جايين على الطرقة فاتوسخت، فعايزة أخدها غسلة حلوة كده. اللي هي السجادة بتاعت الحمام بتاعت المطبخ برضو عايزة ألحقها قبل ما تتبهدل قوي، هي اتوسخت بس مش قوي، يعني ينفع تقعد معايا شويه، بس انا عايزه اجيبها الحقها كده قبل ما ايه ما توسخ اكتر من كده. هي المشيه اللي في الطرقه اللي انا دايسه عليها دي عايزه تنضف تنظيفه حلوه، فهنغسلها مع بعضينا، وهنغسل الحافظه بتاع الاوضه دي، لان هي الحاجه الوحيده اللي اتبهدلت فيهم كلهم الحافظه بتاعه الاوضه. فبما اني هغسل بقى يلا كده كده ايه غسيل بغسيل، وندعكم ضحكه حلوه كده وشويه بلبطه، وننزل لكم فيديوهات حلوه كده، وتبقى الحاجه تقعد معايا فتره طويله كده قدام نظيفه. تمام. هنا كده بقى هنمسح مكان الطقطقه ونرجعها، وطبعا وانا بروق بجيب الحاجات اللي عليها بنضفها، وبشيل الحاجات اللي عليها وبروح جايه مسحاها، وبسيب عليها اللي هو الضروري بس زي الرمودات والعلاج اللي جنب السرير، ولو هحط كوبايه ميه بالليل ولا حاجه، والسبحه بتاعتي. تمام. ما برضاش احط المصحف عليها عشان ممكن يقع، فبشيله الصراحه من هنا، لان انا لما كنت حاطه كومودين وكنت بحط عليه اللي انا عايزاه، بس كان بيضيق المساحه اللي جنب باب الحمام دي، هو المساحه دي مش متاخدش كومودين، فكان بيضيق لي باب الحمام، فشيلته قلت احط حاجه ايه كده على خفيف. تمام.
هنا نمسح بقية الارض. اتمنى يكون الفيديو خفيف على قلوبكم وسريع جميل كده، ما عملناش فيه حاجات كتيره والقويه، وما رضيتش برضه اطبق فيه الغسيل معاكم عشان ما تزهقوش. قلت كده اوريكم ان انا فاكراكم فيديو جميل كده، وعلشان ما تنسونيش تقعدوا تستنوا الفيديوهات بتاعتي عشان تعرفوا ان انا هنزل لكم فيديو كل يوم ان شاء الله. بس اتمنى تدعموني علشان خاطر اقدر استمر في القناه، لان الفيديو لما بيجيبش مشاهدات والله الواحد بيزعل جدا وبيكسل. فاحنا عايزين نكبر القناة كده، وعايزين كل يوم شغل كده، وعايزين ايه تفاعل. واتمنى بجد اكون خفيفة على قلوبكم وتكونوا بتحبوني. اتمنى اكون بقدم روتينات تشجعكم. هو اي نعم فيديو النهارده ما فيهوش كده دربكه ولا رغاوي ولا كركبه ولا حاجات، بس هو فيديو خفيف جميل. يعني برضو الدنيا قبل وبعد فرقت كتير، لان زي ما انتم شايفين كده الدنيا اتمسحت نطفت. ان شاء الله لما نغسل بقى الحفظه دي كمان مع بعض هتبقى الدنيا زي الفل. هيبقى الواحد بقى ايه سهل ان هو ينظف كده من على السريع، من بره كده، ويحس ان الدنيا نظيفه. لان الواحد مهما نظف ولمع وعمل والدنيا مكركبه كده، يعني حافظه زي دي متوسخه، الواحد بيحسش ان هو نظف. فلازم كل حاجه تبقى نظيفه وتبقى زي الفل. طبعا نشرت الغسيل وسبته وحطيت الغسيل التاني ينغسل، وما يطلع ان شاء الله هروح جايه نشراه واطبقه برضو اول باول. هنا بقى عايزه اوريكم الحمام كان نضيف وكان زي الفل، عاملين روتين مع بعض. كان جميل. البلاط ممسوح، الحواض، التواليت، كل حاجة، والأوضة. الواحد بيتعب شوية بس بيعمل حاجة تستمر معاه أسبوع كده نظيفة، النفسية بتكون أحسن. أتمنى يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، وأتمنى تكونوا الفيديو عجبكم وتحطوا لي لايك وتستنوني إن شاء الله في فيديو جديد على خير. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.